اخوان، هذا النهار غادي نوريكم ونعلمكم كيفاش تردوا البال ما يديرش بكم لبان بحال هاد اللقطه هادي. شفتوا ها هو كيفاش كيتقلب بكل بساطه وبكل هذا. بقاو معايا في هذا الفيديو غنشرح لكم كل. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ هانيا الصحه كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المعلومات يعني اخرى عاوتاني على لبان. منين كون كنخوي الخوت، وها نتوما كنبين لكم بالصبع ديالي. عليتي لبان كامل، مثلا لبان راه طالع الفوق ياك. ملي كتكون عليتي لبان كله وجاي باغي تطلق وتزيد واحد المترو ولا 2 مترو هنا ما بين هنا وهنا، وغادي تطلق في هذه المسافه هذه ولبان عندك طالع كامل. منين تجي تطلق، اول واهم حاجه ما تطلقش بالجهد، طلق غير بشويه وفراني غير بشويه. وقبل ما دير هذه العمليه هذه باش السلعه اللي باقا لك هنا كتبقى لك الفوق كتبقى لك هنا القدام في لبان تهبط لك كامله، اش كدير؟ اول حاجه ملي كتكون انت مبلاصي وراك باغي تخوي، كتجي كتراقب بعدا هاد الوطيه هذه ديال هاد الطريق هذه اللي هنا كتشوفوها الخوت، هذه هنا واش جايه صينيه، يعني جايه مقاده، ما كاينش شي ميل. علاش؟ حيت الخوت الا كان عندك شي ميل لهاد الجهه هذه ولا لديك الجهه ولبان طالع بحال هكا واقف وزدتي طلقتي والسلعه مازال شاداك لقدام، راه الخوت بكل بساطه غادي تقلب بك وما تردلوش البال. وانت ما انت يعني راه كتقول راني درت مزيان وراه ما كاين حتى شي مشكل. اهم حاجه ملي تبغي تجي تخوي في شي بلاصه، ديما بقات ديما بقات ديما تبقى تراعي، لانك يعني تكون عندك واحد القضيه ديال ان يعني يا ربي تسمح لي، يعني الروايد يكونوا مقادين، يعني الارض تكون مقاده عاد نخوي. ومنين نجي نطلق غير بشويه، غير نغزه، يعني بحال غير كتنفس الفران يزيد الكاميون غير واحد نص مترو وكتفراني. ومنين تجي تفراني ما تفرانيش بالجهد تلقى الكاميون تزعزع بك، فراني غير بشويه، غير بشويه خويا، غير بشويه. وراه كاينين الخوت الدراري اللي دايرين فيديو ديال الشارج، انا ما كيعداليش مع الخدمه وكنكونوا في وزينات ممنوع تصور ممنوع كذا ممنوع هذا، ما كيعداليش كندير نصور لكم وانا كنخوي. وفي ديك اللحظه اصلا صعيب انك تصور وانت تكون كتخوي لابان، يعني الا ما كانش معك شي واحد يصور لك. انا ما كيكونش معايا شي واحد اللي غيصور لي ولا قال لي هذا ما نقدرش في ديك اللحظه، حيت ديك اللحظه كيكون عقلي كامل غير مع لابان، ما كتجيني صعيبه. خص شي حد اللي يصور لي باش ملي كتكون هذا وانا ما عنديش ديك الساعه كي غادي ندير نصور. فانا كنشرح لكم من دابا يعني الطريقه كي دايره. ها انت هاد المسافه اللي كتكون ما بين هاد الرويضه وهاد الرويضه تجي عرفتي صمطه، هذه تجي مقاده من هاد الجهه ومن ديك الجهه. علاش؟ الا كانت هاد الجهه ما هابطه شويه ولا ديك الجهه هابطه شويه ولبان واقف، وكيعلمتكم الخوت راه النقط ديال ارتكاز اللبان هما هاد الربعه، هاد الربعه د الرويض هما القواعد اللي كيرتكز عليهم اللبان. اما هنا من القدام راه غير قطيب واحد اللي طالع، هي قطيب اللي كيدفع ولبان كيرتكز. ومادام قطيب واحد اللي كيدفع من هنا لقدام يعني كيعلي هكايا، وعندنا هاد الربعه ديال الرويض اللي هما كينزل عليهم يعني التوازن ديال اللبان. فتخيل معايا انك تزيد لهنا واحد شويه ويكون هنا واحد الحدوره ولا واحد البلاصه طالعه هنايا ولبان واقف طالع الفوق، اش غيوقع؟ راه بكل بساطه غيتكالك لبان. ولكن هذاك الشيء علاش الخوت كنقول لكم ما بين هذه المسافه وهذه المسافه تكون جايه صينيه، ما تكونش فيها الميل كاع. وانت ملي تكون مطلع يعني لبان طلعتيه الفوق وتجي تبغي تطلق واحد شويه في هذه المسافه اللي غتطلق مثلا من هنا حتى لهنا، طلق الفران غير بشويه. ومنين تفراني فراني غير بشويه، حيت تيكون ديك الساعه لبان واقف وكيبقى عرفتي كيتارجح غير على داك على البيران اللي كيكون هازو. يعني غير شي ها ولا مو بسيط راه تخرج عليك اكثر. ملي كتكون بتشارجي شي سلعه، انا كنهضر لكم على السلعه اللي كتبغيش تنزل بحال الرمله، فهمتوني؟ يعني بحال الكايس بحال داكشي ما هذاكشي ما كتخافش منه، كطلع لبان وتجر واحد شويه كيهبط طاير. ولكن بحال الرمله ولا شي حاجه اللي حارفها انك ملي تشارجيها ما كتبغيش تنزل، رد بالك من هذه المساله الخوت بزاف. الدرس ديال اليوم كان هو منين نجي نطلق لبان ونكون مسرجي ونبغي نزيد به واحد المترو باش السلعه اللي كتكون باقيه لي لاصقه لي انا لقدام تنزل، خاصني نشوف هذه القاعده تكون مقاده مزيان باش نتفادى ان كاع مثلا الرموك لا قدر الله ما يتقلبش بيا ولا شي حاجه، ونتفادى انني نهبط السلعه بسلامه الخوت، فهمتوني؟ يعني بامان. انا كما كنقول لكم راه السائق المهني هو اللي ديما تيضرب الف حساب وحساب، يعني هذا هو فين انت عندك كتسمى الخبره وعندك تجربه وشي فور معلم، حيتاش كتقرا الحاجه قبل ما توقع. قبل ما انا وقعت لك صافي غير ما
ما راكش فورما حتى شي حاجه، ولكن رد بالك ديما، رد بالك من هذه المسائل هادو. والخوت تهلاو لي في راسكم، مازال ان شاء الله معلومات اخرين على اللبن، حيت اللبن راه ماشي غير درس واحد ولا الرموك درس واحد، انتم غير كل مره كنعطيكم معلومه وشوفوا هذه المعلومه هذه يعني شحال مهمه وشحال ديال الوقت الانسان خاصو ياخذه باش يعرف بحال هذه المعلومات. يعني راه باش كنقول لكم الرموك راه بحر الخوت، راه ماشي شي حاجه اللي غير اجي طلع ديماري سوق، راه لا عطيتيه للمراه تسوقو ولكن ما بقاش سوقان، بقات كيفاش انا ندي هذا الكاميو بسلام ونحافظ عليه ونخلي مولاه، يعني حتى هو مسكين راه حاصر فيه راه الله يحسن العوان 50 80 70 100 مليون، راه ما ساهلاش اخوت. يعني انت خاصك تكون مقدر هذه الامانه اللي عطاك سيدي ربي، لا ذاك الشخص ولا ذاك السيد تحافظ له عليها، باش حتى النهار اللي ما كتبقاش معاه ولا يعني كتبقى واحد البلاصه زوينه ديالك وخليتي واحد الخدمه غزاله هي اللي تشكرك. فهمتوني الخوت؟ انا كنعطيك شي حوايج اللي تكون انت بروفيسيونيل، يعني سائق مهني ديال بصح، ماشي غير الهضره ديال غير جر وزيد وما مسوق شي. فهمتوني الخوت؟ تهلاو لي في راسكم الخوت، والله يعاون حتى الفيديو اخر ان شاء الله ماجي، والله يعاونكم الخوت. وخليوا لي الاسئله ديالكم الخوت، خليوا لي في الكومونتير اي حاجه، وسمحوا لي الخوت الا ما كان جاوبكمش وكنتعطل عليكم.